هنعمل النهاردة مع بعض الرقاق الطري بكل تفاصيله. الرقاق الفلاحي على أصوله. شايفين طالع من الفرن عامل ازاي؟ يتاكل أكل تحفة، والأرضية بتاعته جميلة جدا. يلا بينا على المقادير. معايا 5 كيلو من الدقيق، هنحط عليهم ملح، معايا معلقتين من الملح يعني. تمام. معايا 2 كيلو من اللبن الرايب. تمام. هنحط كل ده على بعضه، وهيكون معانا 400 جرام من السمنة، 400 جرام من القشطة، وهنسيبهم يفكوا مع بعض كده لان انا مدفيه السمنة فالقشطة هتفك معايا. خلاص كده. هنبدأ بقى نلف العجين كله ده مع بعضه لحد ما الدقيق يروح خالص، يعني نزود المية على لحد ما الدقيق يروح معانا خالص. خلاص كده. ولو عايز برضو دقيق مية بنزود لها مية. خلاص. اهم حاجة ما يبقاش فيها دقيق خالص، وتكون ايدينا بسرعة كده علشان ما يكتلش معانا. هنا بقى في المرحلة ديت احنا خلاص خلصنا عجين، يعني دوبنا الدقيق مع المية خلاص وبقت عجينة. نبدأ بقى نحط عليها السمنة. في المرحلة دي بقى نبدأ بقى ندخل السمنة بقى جوه العجين كده لحد ما كل يتجانس مع بعضه. تمام. ونبدأ بقى نلت العجينة لأن الرقاق بيعوز لت حلو. تمام كده، علشان ما يتقطعش معانا واحنا بنهويه. الرقاق برضو بيعوز يبقى خفيف ما يبقاش تقيل، فلازم يكون احنا لتينه لتة تمام يعني زي الفطير كده بالظبط. خلاص. احنا كده خلصنا، هنسيبه بقى يرتاح، هنغطيه بكيس كده ونسيبه يرتاح ربع ساعة. تمام. وبعد كده نبدأ نشكله معانا. الطريقة اللي انا بشكل بيها دي طريقة سهلة جدا، الشكل اللي انت عايزاه كبير صغير بيديكي معاكي اللي انت عايزاه. خلاص كده. هنشكل كام واحدة مع بعض اهوت. وكده خلاص احنا خلصنا معانا الكمية. هنبدأ بقى في الفرد، انا بفرد كذا واحدة. خلاص. وبعد كده بقى نبدأ نفرد بالايه، بالمردانة معانا او بالفرادة. خلاص زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تفرد معانا خالص اهيت. وبعد كده هنهويها على ايدينا. خلاص. بيكون حد قاعد قدام الفرن علشان يعني ما ينشفش الحاجة ديت، ولو انت لوحدك بتولعي عين واحدة. خلاص. انا كده هويته اهوت. ونبدأ بقى نحط بقى ايه، دي اسمها مطرحة، بنحطها وبعد كده نحطها في الفرن. خلاص. هنفرد معانا برضو كمان واحدة، وبعد كده هنوريها لكم في الفرن بيبقى شكله عامل ازاي. ودي بقى كوكي اللي هناك ديت بنت اخويا اللي مغلباني، ملناش دعوه بيها. هنفرد كل الكميه بقى مع بعض علشان الفرن يبقى حاجه واحده، نوريكم برضو قدام الفرن بيبقى عامل ازاي. خلاص. انا وريتكم كمان واحده اهوت. هنهويها وبعد كده نحطها برضو على المطرحه، وبعد كده نحطها في الفرن. النار بتكون عاليه من فوق وتكون هاديه من تحت، يعني بنسيبه يسخن شويه كده، نعلي الفرن بقى من فوق وبعد كده نهدي من تحت، لانه خلاص هي الايه، الارضيه معانا سخنت جامد وبيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى بخرجه في الفوق من الفرن على حاجه نفرده فيها 3 كده، ويطلع من الفرن 3 ل3 يعني وش الوش، بيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. وبنحطه في الفرن بالراحه علشان ما يتقطعش معانا. نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، اهم حاجه النار تكون عاليه عليه عشان يطلع طري معانا. تمام كده. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء الحمامسي، لايك وشير، مع السلامه.